اول ما العميل بيقول لك انا عندي شركه بتعامل معاها، بعض البياعين بيبداوا يهاجموا المنافس، وده بيخلي موقفهم اصعب مش اقوى، لان العميل اختار الشركه الاولى بنفسه. فانت كده وبشكل غير مباشر بتقول له ان انت كنت غلطان في اختيارك. وساعتها ممكن تقدر تساله سؤال: ايه اكتر حاجه عجباك في التعامل الحالي مع الشركه المنافسه؟ وده يخليه يجاوب على اكتر ميزه عجباه في الشركه المنافسه، والاجابه بتاعته هتقدر تبني عليها بعد كده البيعه بتاعتك. يعني مثلا لو قال لك ان احسن حاجه عجباني في الشركه المنافسه ان هم بياخدوا فتره تسليم 30 يوم، وهنا هتقدر تلعب على الحته دي ان انت تقول للعميل انا ممكن اقدر اسلم لحضرتك الشغل في 15 يوم. وهنا باجابتك او بالميزه بتاعتك هتبدا تخلي العميل يحس ان في مميزات عندك تستحق ان هو يخوض التجربه معاك. اوعى تشتغل على تشويه سمعه غيرك، ركز دايما على مميزاتك انت، لان العميل بيحترم البياع اللي واثق من نفسه وواثق من شركته اكتر من اي بياع تاني. بعد كده لما تسمع العميل بيقول لك انا عندي شركه تانيه شغال معاها، اعتبر ان دي بدايه الحوار مش نهايته. لو الموقف ده بقى حصل معاك اكتب لي حصل في التعليقات.